السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع تطبيق جديد هو اسمه بليدز شوب ديتيلز ايرن ماني. التطبيق ده مساحته 65 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالتسوق عبر الانترنت. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تشتري كل الحاجات اللي انت عايزها من على الانترنت. ماركت على الانترنت. تقدر تشتري منه منتجات، الأكل والشرب، منتجات العناية بالبشرة، الأدوات المنزلية، الأدوات المكتبية، الكتب، الكشاكيل، الأقلام، كل حاجات بتكون عايزها، الملابس، الموضة، الجمال، حاجات الأدوات الصحة، أدوات العناية بالبشرة، آه، كل يعتبر الادوات اللي انت بتكون محتاجها او كل الحاجات اللي انت بتكون محتاجها في حياتك اليوميه، فانت بتقدر تلاقيها من خلال التطبيق ده. بتقدر تلاقيها وبتقدر ان انت تحصل عليها بسهوله، وتقدر تطلبها دليفري تجيلك لحد البيت عندك. وتقدر كمان تاخد خصومات من المعاملات الكتيره اللي انت بتعملها على التطبيق. كل ما بتعمل معاملات على التطبيق بتاخد كاش باك وبتاخد خصومات من الاشياء اللي انت بتشتريها، غير طبعا ان الحاجات اللي انت بتشتريها بيكون نازل عليها خصومات اوريدي. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية، بالاضافة لان التطبيق شغال في الولايات المتحدة الامريكية، مش شغال في مصر ولا في اي دولة عربية تانية. بس كده يعتبر افضل شرح التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو حد شاهد الفيديو بعد نزوله بفتره طويله وحمل التطبيق واكتشف فيه ميزه او عيب يكتبه، واحنا بنثبت التعليق بتاعك على الفيديو، علشان لو حد غيرك دخل وشاف الفيديو وشاف التعليق بتاعك يعرف ان التطبيق بقى فيه ميزة افضل او بقى فيه عيب وبقى مش افضل. علشان في ناس دلوقتي بقت بتكتب لي في فيديوهات نازله بقالها 7 شهور 8 شهور سنه، وتقول لي ده احنا اكتشفنا ميزه او اكتشفنا عيب في التطبيق، انت ليه مش قايل كل الحاجات في التطبيق؟ ببساطه لان ساعه نزول التطبيق او ساعه نزول الفيديو ما كانش المميزات اللي انت حملت فيها التطبيق على التحديث الاخير ده ما كانتش موجوده. فلو انت حابب ان انت تكتب التعليق بتاعك ممكن تكتبه وانا هثبت لك التعليق بتاعك. لو مش حابب تعمل الموضوع ده وحابب ان انا اشرح لك التطبيق من اول تاني، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو قول لي اشرح لي التطبيق الفلاني وانا هشرح لك تطبيق، انزل لك فيديو مخصص للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي تشغله وازاي تستخدمه وازاي تقدر تشترك فيه او تلغي الاشتراك بتاعك وكل حاجة عن التطبيق. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.